اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد. مبدئيا اول حاجه انا هتكلم على المشكله اللي حاليا الكل بيتكلم فيها، امام عاشور امام عاشور امام عاشور. طيب مبدئيا يا باشا، امام عاشور ابن الزمالك وعمل اسم في الزمالك، وما حصلش نصيب ان هو يكمل في الزمالك بسبب سوء ادارتنا مرتضى منصور او عصابه مرتضى منصور، والحمد لله جت على كده. بالنسبه لبعض الناس من الاهلاويه اللي بيتكلموا على امام عاشور، امام عاشور ده تربيتكم، امام عاشور ده جليل ادب وشتم ولفظ وعمل عشان هو تربيتكم. طيب ماشي، حلو، انا معك. طب بالنسبه لتربيتك يا باشا ابراهيم سعيد، ما بالنسبه لتربيتك حسام ابراهيم والخ والخ والخ. احنا مش بنتكلم في النقطه دي. قله ادب اللاعب تبقى منه. انت تواطأت في حقك وقبلت ان انت تتعاقد معاه عشان خاطر هو انت محتاجه، اعترف بالحته دي. بس والنبي يا شيخ ما ترمي فشلك وكلامك وقله ادبك علينا احنا. لا، احنا ناس عارفين عن حجمنا وعارفين اللي لينا وعارفين اللي علينا وعارفين ان الاهلي يعني الاهلي بيفرق على الزمالك في البطولات، الاهلي بيفرق على الزمالك في الفلوس في الماديات. احنا عارفين ده كله ومحترفين بيها ومش هنبقى منافقين. لكن سيادتك انت فشل في ادارتك وعاوز ترميه عندنا احنا مش ناقصين وحياة ربنا، احنا اللي فينا مكفينا. فكره او الاسم اللي طلع على امام عاشور اللي هو ايمان ده من جمهور الاهلي. دلوقتي بيجي الايمان والتقوى. يا اخي ما تبقاش منافق، اعترف بخطأك، تمام؟ ومش عيب، انت مش ملاك ولا نبي عشان خاطر نقول انت ما بتخطئش. لا، ان انا اخطأت في حق لاعب واخطأت في حق اداره او اخطأت في شيء، ومعلش يا اخوان انا جاي، بس ما تجيش ترمي فشلك عندي انا. ما تجيش تقول لي اصلا هو تربيتك، ما تجيش تقول لي اصلا هو الموضوع ده بتاعك انت. لا مش بتاعي، الموضوع ده مش بتاعي. اللاعب كان عندي وخد له شهر والاداره فشلت ان هي تتعاقد معاه. تمام على كده؟ مبروك يا سيدي امام عاشور، وفرحنا ان امام عاشور امبارح جاب هدف وتمام و100 فل و14 معاك في كل اللي انت بتقوله. بس ما تجيش تتكلم تقول لا اصلا انتوا زعلانين. احنا زعلانين ان اللاعب هنا مشي، بس مش زعلانين ونبقى منافقين. لا، احنا مش منافقين، احنا مش منافقين زي الناس. سبب مشان سيد عبد الحفيظ المنشور اللي نزله مين؟ احمد عبد القادر، لما قال في لعيبه في الاهلي بتدفع لها، بيدفع فلوس عشان خاطر تتنجم لاحد الصفحات. بعدها بيومين سيد عبد الحفيظ مشي. يدل ان الكلام احمد عبد القادر صح، ان سيد عبد الحفيظ كان ياخد فلوس. دور جواك، ما ترميش فشلك عندي انا. انت بنادم ناجح، اداره ناجحه معاك، فلوس، في كل حاجه متوفره لك. زعلت عشان انا فزت على فريق سولار، زعلت ان انا فزت، وين الفرحه والفريق ده تفاز 9. على فكره يا باشا اللي انت ما تعرفهاش، انا ما عنديش فلوس، انا ما عنديش لعيبه، انا قيدي واقف، انا ما عنديش اداره، انا ما فيش اي شيء تاني تاهلني ان انا نوقف. ورغم كده احنا واقفين وفرحانين بوقفتنا. لكن انت عندك كل حاجه، ويوم ما بتفشل ما بتعرفش تتكلم، بترمي على ناس تانية. السلام عليكم.